السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كمان لا قادرين نأكل ولا قادرين نعالج. انا بتكلم عن العصافير. عصافيرنا دلوقتي لا قادرين نأكلها ولا قادرين نعالجها علشان خاطر سعر الحبوب اللي عليت قوي في السوق، وكل حاجة طبعا عليت للأسف، والتجار مستغلين الحتة ديت. وكل ما تيجي تنزل تشتري حاجة يقول لك تمنها كان كذا وبقى كذا. وطبعا كلنا عارفين ان سعر البلقم والفلارس بقى في العالي خالص. سعر البيليكم اللي كان نزل وبقى ب 38 و40 راحوا معلينه تاني ووصلوه ل 42، والمغربل ب 45، والفلارس وصلت تاني ل 47 و48 وداخله على 50 جنيه. طب احنا نعمل ايه ونقدر ان احنا نوفر شويه في ان احنا نقدر نمارس الهوايه بتاعتنا مع عصافيرنا؟ اول حاجه، لو انت عندك كميه كبيره من العصافير، يعني عندك مثلا 20 جوز ولا حاجه، معلش غصب عنك بقى هتعمل ايه؟ انك تقلل منهم على الاخر. يعني بدل ما يبقى عندك 20 جوز كفايه عندك 5 جواز تقدر تاكلهم، بدل ما يبقى ال 20 جوز عندك مش قادر ان انت تاكلهم او تعالجهم. طيب، تاني حاجه كمان هتعملها انك بدل ما بتربي طفره رخيصه، لا تربي طفرات عالية شوية. يعني ربي الحاجة المطلوبة في السوق، زي مثلا الكوكتيل الالبينو، زي الروز الالبينو والاورنج اوبلاين، والطفرات اللي هي عليها اقبال وبتكون عالية في السعر، بحيث ان انت لما تيجي تنزل تبيعها تجيب لك يعني السعر اللي انت عايزه، وتوازي شوية موضوع الاكل والمصاريف اللي انت بتصرفها. تالت حاجة تعملها بقى كمان ان انت تنوع لهم في الاكل. يبقى الطريقه الاولانيه، اول حاجه ان انت هتقلل العدد عندك. تاني حاجه او تاني حل هتعمله ان انت هتغير في الطفرات اللي عندك، بدل ما تربي نوع رخيص هتربي انواع تكون عاليه شويه في السعر. يعني بدل ما يكون عندك مثلا 5 جواز، كفايه جوز واحد من الغالي احسن من 5 6 جواز من الرخيص. الطريقه الثالثه بقى ان انت طبعا هتنوع في الاكل. مش هقول لك هتحرمهم خالص من البرقم والفلارس، لا، انت اللي هتعمله هنا انك هتنوع في الاكل. يوم تقدم حبوب، جنبه يكون قمح المنقوع، ذرة العويجة، ورقتين جرجير، على مثلا كمان هنوع لهم في نحط بيض. طب هل انا بحط الكلام دوت يعني يوم بحاله قمح منقوع؟ ما ينفعش. يوم بحاله بيض برضه ما ينفعش. لا، لازم انك بتقدم لهم الحبوب بس بكميات بسيطه جدا. يعني تقدم مثلا معلقتين صغيرين من الحبوب، وبعدين هتلاقي الطاجن خلص، هتشيله بقى وبعدين تحط القمح المنقوع. تيجي العصريه تشيل القمح المنقوع وتحط لهم بيض مسلوق، وتكرر الموضوع دوت. تاني يوم مثلا تحط جزر وتحط بنجر مبشور وجزر مبشور، تحط ذره عويجه، تحط لهم كوز ذره ممكن كويس جدا ليهم، ورقتين جرجير، والبرسيم كويس جدا ليهم طبعا. بتقعد تنوع طول الاسبوع. طبعا اكيد ده هيوفر معاك كتير في كمية الاكل اللي انت كنت بتحطها. لو انت كنت بتحط بيركم وفرارس بس وبتعتمد على بيركم وفرارس بس، انت مش هتقدر ابدا ان انت تاكل وتقدر على مصاريفهم. لان طبعا احنا عارفين العصافير طول ما واقفة بتاكل في الحبوب، وانت طبعا الحبوب غلت بالنسبه لك، فلما تنوع لهم في الاكل ده هيبقى افضل لك، وفي نفس الوقت قلل في عددهم. والحاجه الثالثه انك انت كمان تربي طفرات عاليه. اشكركم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.